افطر ايه في رمضان. بعد ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات ازاي اكسر صيامي، بعد ما نكسر صيامنا هنروح عشان نفطر. هنبدا الفطار بتاعنا بطبق من الشوربه الدافيه علشان نأهل معدتنا ان هي تستقبل الاكل بتاعنا. تاني حاجه علشان نعوض نقص السوائل اللي حصل خلال فتره الصيام. تالت حاجه علشان نملى جزء من المعده للناس اللي بتاكل كتير، فبالتالي ما ياكلوش كتير قوي على الفطار وياكلوا بس الاكل الاساسي او الاكل المفيد. هقسم وجبه الفطار بتاعتي ازاي؟ زي اي وجبه صحيه هتتقسم لثلاث حاجات: كربوهيدرات وبروتين وفات. البروتين طبعا هي الماده البنائيه الاساسيه في جسمنا واللي بناء العضلات. هناكل فيها فراخ، لحم، اسماك بكل انواعهم، بس طبعا معموله بطريقه صحيه، مش مقليه ومش معموله بسمنه او زيت كتير. ممكن ناكلها في الفرن وممكن ناكلها باي طريقه صحيه. ممكن ناكل بقوليات. الكربوهيدرات ناكلها الحاجات اللي هي الحبوب الكامله او العيش البني او الرز البني، او ممكن الناس اللي بتحب تاكل شوفان. الدهون ممكن ناخدها من الافوكادو، ممكن ناخدها من المكسرات النيه اللي مش محمصه ومش محطوط عليها املاح، او ممكن ناخدها من زيت الزيتون. وطبعا ما ننساش ابدا الخضار، يعني ممكن نعمل طبق سلطه علشان نعوض نقص الفيتامينز والمعادن اللي حصل خلال فتره الصيام الطويله. علشان تعرفوا هنتسحر ايه تابعوني ان شاء الله في الفيديو الجاي.